النهارده قررت اعمل تجربه جديده واروح سوق السمك على اني مش من بورسعيد واشوف هيتعاملوا معايا ازاي. يلا بقى نتحرك من بورفؤاد لبورسعيد، بس هنعمل حاجات مع بعض. طلعنا بقى على الكورنيش، حبيت اوريكم شكل الكورنيش وهو جديد بقى، وليه رايكم فيه بعد التعديل. في بوادر حاجات كويسه، الاضاءات، المنظر كده. ده كافيه دافنشي معروف، بس احنا قررنا نقعد في دعاية بيتش ده. ودي القعده العربي اللي احنا رايحين نقعد فيها، لذيذه. دخلنا اتلاقينا في فرقة عاملة مزيكا وحركات وكده، وقلت اما اصورهم. الراجل قاعد يضحك. بعد القعدة الرايقة دي يلا بقى نطلع على سوق السمك. ده دافنشي تاني، بصراحة عاجبني الديكورات بتاعته قوي. بصوا بقى، احنا هندخل السوق بس من ورا عشان الناس الاغراب تبقى عارفة دي الاماكن اللي بتسوي فيها الاكل. احنا النهاردة هناكل شيكال وشوربة بطارخ بالجمبري، وده المكان اللي هناكل فيه في اسماك كمالو. ده جميل. طلبنا شيكال زي ما انت شايف كده ونزل لنا، والشوربة هتنزل. انا ما عرفتش اصور عشان كنت بعمل شرح عملي للناس، فالحاجة خلصت مننا، لان مش كل الناس بتعرف تقشر الشيكال ولا حتى تعرف تتعامل معاه. فاكرين ان هو جمبري، لكن هو بيشوك كده وممكن يعور. لازم تشرح، فالشرح اخد مننا وقت طويل. بقى تجربتي الواقعية بقى في السوق السمك، اول حاجة الشيكال نازل ني، تاني حاجة الشوربة بتاعت البطارخ دي قذرة. دي مثلا المرة المية جربها، عمري ما جربتها في السوق بجد. هي متعرفش حاجة عن بطارخ بالجمبري، ممكن فيها جمبري بس بقشره، حاجة بشعة يعني. بص، هو ممكن يكون غلط تسوية وغلط طبيخ، بس ده مطعم فلازم يكون بيسوي او بيطبخ الحاجة باحتراف، يا اما يقفلها احسن. دي اول حاجة. طب بالنسبة للأسعار بقى، كيلو الشكال في كل حتة لو غلا بيوصل لمية، 110، 120، بس احنا بنجيبه بتمانين وتسعين عادي. ما علينا. لقيته محطوط لي ب150 جنيه، والشوي ب20 جنيه، اتلقيته ب40 جنيه. طيب الطحينة ب20، العيش ب20، العيش خلصان، راحوا يجيبوا عيش من اخر الدنيا. الخدمة حاطين لي خدمة، تسوية وخدمة. طب ما انت اخده تسوية، تاخدي خدمة ليه؟ علشان قعدنا في المكان. طب الاكل يستاهل؟ لا ما يستاهلش. طب الشوربة 250. بالمناسبة بتاعت الشوربة، قالت لي 250، دفعت 120 جنيه. فلو انت رحت سوق السمك وحبيت ان انت تشتري حاجة، لازم تفاصل في التسوية، تفاصل في الاكل، تفاصل في كل حاجة. ما تخليش حد يتعامل معاك على انك راجل غريب. انت في بلدك، ايا كان من محافظة تانية، انت في بلدك، خليش حد يستغلك. فنصيحتي ليك، انت لو غريب او انت لو حتى من البلد، ما تروحش السوق. مقرف، ريحة مش حلوة، اكل مش حلو، ومش هتعرف تجيب حاجة طازة لان انت مالكش في الموضوع قد كده. الا لو انت واحد محترف جدا بقى، عارف بتعمل ايه وبتجيب ايه بالظبط، روح مطعم احسن. بالاضافة ان الاسعار عالية، يعني انت هتدفع اكتر في المكان ده وانت مش مبسوط، مقابل لو قاعد في مطعم شياكة ونظافة وريحة كويسة.